تعالوا شوفوا النتيجة لما خلطت دلكة نوارة السوداء ومعاها عكر فاسي. صراحة كانت النتيجة إبداع، حتشوفوا نهاية المقطع. بدأت الجلسة اليوم عملت عروكة استحمام نوارة أول حاجة لأن فيها مستخلص الودع المغربي، عملت لها ميكس مظبوط، وبعد كده عركت يديني زي ما انتم شايفين بطريقة كويسة من فوق لتحت، دوائر اللي انت حابة، لأنه دي ما دلكة فما لازم من فوق لتحت. غسلتها بعدين بمويه عاديه، وبعد كده جبت الدلكه وما شاء الله جهزتها طوالي. طبعا الكميه دي يا بنات تعمل يدينك ورجولك مع بعض، يعني ما تكتروا، دي طبعا عبوه الربع كيلو. عملت عليها طبعا المويه عادي، وبعد كده عملت لها ميكس، وهذا القوام المطلوب زي ما انتم شايفين. العكر الفاسي بس حاجه بسيطه. شوفوا حبايبي، انا دائما لما اعمل العروكه واعمل الدلكه ومعها العكر الفاسي بيكون عندي مناسبه في نفس اليوم، يعني خلاص ما عندي وقت، لازم اتصرف اليوم، فالنتيجه ما بتكون دبل، بتكون تربل. الفرق يا بنات يكون مع الدلكة وأثناء كمان استعمال الزيت نقطة فقط، ونبدأ نزيده شوية شوية. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن النتيجة كيف، كل القشور الجلد الميت ضربات الشمس كلها طلعت، وهذه النتيجة النهائية. عملت لكم عرض عليه خدمة منزلية نفس الميكس اللي أنا عملته ب200 ريال بدون العكر الفاسي. وخدماتنا طبعا في جدة وفي مكة وفي المدينة، وأكيد لازم تدعموني، تعملوا لي عدد نشر وأرسلوا لكل اللي تعرفوهم على عرض الجلسة المنزلية.